اليوم وقعنا اتفاقية ديال الشراكة بين الوزارة ديال الصناعة والتجارة، بنك القرض الفلاحي، و لاميكا اللي كنمثل الجمعية المغربية ديال صناعة السيارات والأجزاء. القطاع ديال صناعة السيارات الحمد لله شهد تطور مهم هذه السنة، النمو ديال الصادرات بأكثر من 40%، والاستثمارات. وهذا القطاع كيواجه تحديات لأنه كاين تطور وانتقال من السيارة تكون سيارة كهربائية، وانتقال في الوسائل ديال الإنتاج كيقول لها ديكاربوناسيون، لاندستري 4.0. اذا هذا التطور غيكون حاجيات للاستثمارات، والاستثمارات كيطلبوا تمويل. اذا وقع في هذه الشراكه عمل مع الفاعلين في القطاع باش نشوفوا شنو هما الحاجيات بالضبط اللي محتاجين هاد المستثمرين باش تكون المواكبه ديال هذا التطور وهذه الاستثمارات. هو باش في الاخر كملنا بهذه الاتفاقيه اللي غتكون شراكه بيناتنا، وغيبداو عمل مع المستثمرين باش يكون التمويل ديالهم ويكملوا الاستثمارات ديالهم ان شاء الله. التوقيع اليوم على اتفاقية شراكة لإنشاء آلية مالية لمواكبة فاعلين قطاع صناعة السيارات بالمغرب. هذه اتفاقية تم التوقيع عليها من طرف وزارة الصناعة والتجارة، مؤسسة القرض الفلاحي، وكذا الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات. هذه المواكبة تخص الفاعلين العالميين وكذلك الفاعلين المحليين، المقاولة المتوسطة والصغرى، وكذلك الرأسمال المغربي. وتأتي هذه الاتفاقية تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الرسالة السامية بتاريخ 29 مارس الماضي بمناسبة النسخة الأولى ليوم الصناعة، لتعزيز الاستثمار الإنتاجي وكذلك خلق فرص شغل، فرص عمل جيدة يعني ذات قيمة مضافة عالية، وكذلك لتوسيع البصمة الإقليمية للصناعة المغربية.